الأصدقاء الأعزاء، صديقات العزيزات في كل مكان، مرحبا. ما بعرف إذا أنتم ملاحظين إنه إعلام نظام الشرع، نظام أبو محمد الجولاني، نظام ائتلاف الإخوان والسلفية الجهادية الذي يحكم سوريا حاليًا، عندما يتناول الأحداث السورية أو حتى غير السورية أيضًا، يعني جل ضيوف هذا الإعلام من السوريين هم إما من إدلب أو من الرقة أو من الدير أو يعني قلة قليلة من الحلبية. ما بتشوف على هذا الإعلام مثلا شخصية سياسية، باحثين، كتاب، أدباء معتبرين من الساحل السوري يأتون ويدافعوا عن موقف ووجهة نظر النظام السوري الحالي. ما بتشوفوا مثلا شخصية سياسية محترمة، ذات مصداقية وموثوقية عالية من البيئة الدرزية، تظهر على شاشات الإعلام الموالي للجولاني ويدافع عن نظام الجولاني. نفس القصة، ما في كرد مثلا ثقات، مهمين، مؤثرين، فاعلين في البيئة الكردية، معروفين سياسيا وثقافيا وأدبيا، بيظهروا وبيدافعوا عن الجولاني. لا، ما في. اللي بيدافعوا عن الجولاني ونظام الجولاني يعني في أغلبهم ويتكرر ظهورهم على الأخبارية، على تلفزيون سوريا، هم من هذه البيئات. طبعا ليش؟ لأنه ما في شخصية سورية من خارج هذا الإطار السني واضح يعني، ويدافع عن الجولاني على إعلام الجولاني ضد من ينتقد الجولاني. طبعا ممكن نلاقي ضيوف بينتقدوا الجولاني، لكن من البيئات السورية الأخرى قلما نجد على الإعلام، إعلام الجولاني، شخصيات ناقدة للجولاني من البيئة السنية. هذا أولا. أما من البيئات الأخرى المتضررة من نظام الجولاني، وليست المتضررة من سقوط نظام الأسد كما يسوق ويروج نظام الجولاني، أنه هؤلاء الذين ينتقدوننا متضررين. لا، أنا كنت متضرر من نظام بشار الأسد وحافظ الأسد على أكثر من صعيد: تجريد من الجنسية، مصادرة الحقوق، الملاحقة الأمنية. وأصلا هذا التضرر من النظام السابق جعلنا نؤيد الثورة السورية التي ظننا أو توهمنا بأنها ثورة الحرية والكرامة. طلعت ثورة بني أمية، يعني بني أولاد هند بنت عتبة أو أولاد سمية كما يقال، يعني ثورة طائفية. المهم، ما بتلاقوا على هذا الإعلام هذا التنوع الذي يعكس الاختلاف، الموضوعية، المهنية في الإطار السوري، في توجه معين. الضيوف اللي بيطلعوا بيحكوا بيدافعوا عن الجولاني كما ذكرت إما من الرقة أو من الدير أو إدلب، يعني الغالبية أدالبة. وبمستويات أخرى ممكن نلاقي واحد حلبي، واحد من درعا، ما تبقى ما فيه. حتى أهل الشام الأقحاح ما في، يعني أنا لا أعلم إلى أي درجة مثلا محمد منصور يمثل البيئة الشامية، إذا كان هو بالفعل شامي قح وبيطلع وكذا لكن لا يوجد. ممكن تلاقي واحد أو اثنين مثل ما ذكرت، يعني ما ندر أنه درعاوي أو دمشقي أو حلبي، لكن في الغالب الأعم أدالبة ورقة ودير.
طبعًا معروف يعني مسألة الفلول، يعني جماعة الهِفل اللي كانوا معارضين لقسد ومتضررين من قسد وكانوا مع النظام السوري الحالي، لجأوا إلى نظام الجولاني، والبعض الآخر اللي كانوا بعثية وداعشيين وكذا، فلول داعش وفلول بعث أيضًا لجأوا للجولاني. فالصورة التي يعكسها إعلام الجولانية صورة أحادية، وصورة تعكس العجز والإفلاس في تقديم صورة إجماع وطني حيال نظام الجولاني. ما في إجماع وطني. حتى على مستوى السنة أنا ذكرت أنه قلما نجد شخصيات دمشقية أصيلة حقيقية تدافع عن الجولاني. مناسبة هذا الكلام لأنه الإعلام مهم جدا فيما يتعلق بصناعة رأي عام أو مزاج عام لجهة البحث عن الحقيقة أو تقديم الحقيقة أو تقديم وتصدير صورة مضللة كاذبة. وللأسف الشديد الإعلام التابع لنظام الجولاني يعني يوما إثر آخر ينحدر نحو التطبيل والتزمير والتضليل والدجل. وأبرز وجه وصاروا معروفين اللي بيطلعوا على الإعلام، هذا الإعلام حسن الدغيم وشلة حسن الدغيم وهذلون اللي بيحكوا إذا فتحوا تمهم فورا انفصالية خونة كفروا من القصص هاي. شيخ الدجالين والمنافقين الذي أكاد أن أقول أنه صورة المنافقون الكريمة نزلت في حق هذا البني آدم، يعني حسن الدغيم ونماذج حسن الدغيم. طبعا لا يخلون من الأمر أنه أحيانا بيجيبوا كردي مقطع موصل نكرة مش معروف، مثلا علي تمو أو علي تمي أو عبد العزيز تمو ويصدروا على أساس أنه هذا واحد كردي وبيجي بيدافع عن السلطة الحالية. لكن هاد كمان يعني يسقط ويتعرى، لأنه بنعرف بعضنا من يعني مؤثر وقادة، يعني من قادة الرأي في البيئة الكردية، في البيئة السورية، في البيئة الساحلية، في البيئة الدرزية، بيئة المكونات الوطنية السورية. هل يوجد بالفعل أسماء ثقات مهمة تظهر على إعلام الجولاني وتدافع عن الجولاني وسياسات الجولاني؟ مش باستماتة، حتى باعتدال ما في. هذا الإفلاس له سبب، له خلفية أنه ما في مصداقية لهذا النظام حتى يكون هنالك مصداقية لإعلام هذا النظام. هذا من جهة، يعني هذا مناسبة الحديث حول هذا الموضوع. أنا سبق حكيت في فيديوهات سابقة عن تلفزيون سوريا في تركيا وسبب وجود هذا التلفزيون ومبررات ومسوغات وجود تلفزيون سوري في دولة تحتل أراضي سوريا. طبعا ما في خجل، نظام يطلب من دولة محتلة أسلحة وليس لمقارعة دولة محتلة أخرى هي إسرائيل، لا، لسحق مكونات الشعب السوري. دولة تستقوي بدولة محتلة ضد مكونات الشعب السوري. هذا هو نظام الجولاني باختصار. كمان يعني مسألة الشيطنة والأبلسة والتخوين والمزايدة على الدروز، على الأكراد، قبل كانت
ترتكز على الأكراد. كردي طايش مثلا أو مراهق كردة فعل بيحمل علم إسرائيل على زمن النظام السابق، والمعارضة اللي هي حاليا هي السلطة، الاثنين كانوا طيزين بالباس. يعني النظام بشار الأسد ومعارضة هذا النظام فيما يتعلق بالموضوع الكردي وشيطنة وتخوين الكرد، لأنه والله شاب أو اثنين أو ثلاثة كردة فعل رفعوا العلم الإسرائيلي كنوع من المكايدة. يعني بتجي بتقول لهم شو هي إسرائيل، ما بيعرفوا شيء عن إسرائيل. يعني فالمضخات الإعلامية للمعارضة وللنظام وقت ذاك تركز على الكرد. الآن السلطة الحالية نفس القصة، نفس الأسلوب، نفس المقام، نفس الطاسة والحمام. كردي مثلا في أوروبا حتى، مش بس في القامشلي، يعني ما صار يعني على مدى من 2011 ولا مرة رفع العلم الإسرائيلي في قرية وفي مدينة في بلدة كردية في الشمال السوري. لكن إذا استمرت الهجمات والحرب والإبادة والشيطنة، ممكن جدا هذا وارد كردة فعل طبيعية، لأنه خلص يعني الموضوع أكون أو لا أكون، فبتصير هيك ردود أفعال بيحملوا العلم الإسرائيلي. وإذا حملوا العلم الإسرائيلي لا حرج عليهم. نفس القصة الآن، يعني العلم الإسرائيلي متى ظهر في السويداء؟ قبل المجازر ولا بعد المجازر؟ هل العلم اللي مثلا جيبوا لي مثقف من الدروز طالب ب أو استنجد بإسرائيل مثل ما مثقفي الجولاني بيستنجدوا بتركيا. هاي دولة احتلال، هاي دولة احتلال، ما في خيار وفقوس في الموضوع هذا، ما في. جيبوا لي تصريح واحد من شيوخ العقل، الشيخ حمود الحناوي، حكمة الهجري، شيوخ العقل اللي يعني يتزعمون المؤسسة الدينية في السويداء أو بين الدروز، بيان واحد يستنجد بإسرائيل. طيب كل هذا الهراء، أجلكم كل هذا الخراء الذي يطفح به إعلام الجولاني ضد الدروز، ليش؟ شو سببه؟ هل الدروز هم من سلموا جثة ومتعلقات إلي كوهين للإسرائيليين؟ هل الدروز يتفاوضون مع الإسرائيليين في بلدان الخليج أو في تركيا أو في أذربيجان؟ من الذي يتنازل وينبطح ويطوبز للإسرائيلي؟ نظام الجولاني أم دروز السويداء؟ وبعدما فعل بهم نظام الجولاني ما فعله من مذابح ومجازر يندى لها جبين الإنسانية، تجوا بتحاسبوا شخص ولا رفعوا العلم الإسرائيلي في السويداء. والله بيطالبوا بالانفصال، والله ما بقوا بلشوا. آلة التخوين والتشنيع والتشويه في حق نخب السويداء، بيستهدفوا ماهر شرف الدين، بيستهدفوا كثيرين. هذا فيصل القاسم إذا بده يحكي كلمة كلمتين أو يحافظ على وتيرة النقد لسلطة الجولاني، راح يبلشوا يشنعوا فيه أكثر من ماهر شرف الدين. هو بيعرف إنه يحافظ على هذا التوازن، بيلعب سياسي على أبناء منطقته فيصل القاسم. يعني على أساس إنه
يحاول يخلق حالة توازن وموضوعية وأخلاقية ومناقبية ومهنية، لكن فاشل في هذا الإطار. إذا شخصيا موقفي من إسرائيل واضح على الصعيد الخطاب الثقافي والسياسي. أنا شخص ناقد جدا لإسرائيل ومع القضية الفلسطينية، والفلسطينيين بيعرفوا هذا، وهذا وارد في نصوصي الشعرية والنصوص الروائية وفي مقالاتي وفي الفيديوهات. أنا لست لا أتحمل مسؤولية جهل أو تجاهل أو تعامي أولاد هند بنت عتبة فيما يتعلق بموقفي النقدي المندد والشاجب لإسرائيل نتيجة سياسات إسرائيل. ما حدا يجي يزايد علي في هذا الموضوع، وبيعرفوني حتى مثقفي السلطة بيعرفوني شو موقفي من هذا الكيان. وأتعرض حتى لبعض الكرد أحيانا أنه أنت تبالغ في موقفك النقدي من إسرائيل. هذا رأيي، هذا موقفي الثقافي والأخلاقي والسياسي الناقد والمندد بسلوكيات وسياسات إسرائيل. إذا اعتدلت إسرائيل والتزمت بتعهداتها حيال القضية الفلسطينية والاتفاقات المبرمة مع الفلسطينيين أهلا وسهلا، لكن إذا بقيت على هذا المقام، مقام الحرب، مقام الإرهاب، إرهاب الدولة، فسيكون موقفي ناقدا على هذا الأساس. ما حدا يجي يزايد علي. يعني طبعا أنا لا أبرر في هذا، لكن أنا أحاول أن أفسر لهؤلاء الحمقى والجهلة سخف وتفاهة وتهافت منطقهم أثناء محاولاتهم شيطنة الدروز واستهداف الدروز فيما يتعلق بجزئية العلاقة بإسرائيل ورفع علم إسرائيل في السويداء. هل يحق لهم رفع علم إسرائيل في السويداء؟ نعم يحق لهم. آخر من يتحدث وينتقد رفع بعض الدروز، شباب الدروز، لعلم إسرائيل في السويداء هم السوركيين. لا يحق لهم، لأنهم مش بس رفعوا العلم العلم التركي، وهي دولة احتلال قبل وجود إسرائيل، قبل ولادة إسرائيل. إسرائيل أعلنت عن استقلالها في 48، تركيا تحتل أراضي سوريا في 39. تركيا دولة احتلال، وتركيا أول دولة إسلامية اعترفت بإسرائيل في 49. وتركيا لم تتخذ موقفا ناقدا عندما هاجمت إسرائيل مصر في 56. كان يحكمها عدنان مندرس وقت قذاك، وعدنان مندرس لمن يعرفه ميله كان إسلاميا. تركيا وقت ذاك يعني لم تتخذ أي موقف نقدي. تركيا على زمن نجم الدين أربكان في 1996 أبرمت اتفاقيات تعاون عسكري وأمني واستراتيجي مع الدولة العبرية. الطيارين الإسرائيليين بيتدربون في تركيا لضرب غزة. أنا بعرف تركيا شو هي، تاريخ تركيا من الحقبة العثمانية والسلجوقية وحتى هذه اللحظة. ما حدا يجي يزايد عليه فيما يتعلق ب يعني الملف التركي وتفاصيل التاريخ التركي الشنيع والقبيح مع إسرائيل. فتركيا دولة احتلال ودولة متعاونة مع الإسرائيلي إلى أبعد الحدود اللي يمكنكم تصورها، اللي بيرفع العلم التركي. ويعني في إحدى المقابلات التلفزيونية أعتقد يمكن على الجزيرة أو ما عاد أتذكر، يعني ذكرت لجماعة الائتلاف أنه خجلوا شوي، يعني
خجلوا شوي من هذا السلوك القميء والدنيء يعني في فترة الانتداب الفرنسي السوريين ما كانوا بيرفعوا العلم الفرنسي، والفرنسيون تركوا للسوريين دولة، برلمان وحياة سياسية وقوانين ودستور وكل هالقصص، لكن أنتم ترفعون العلم التركي بوقاحة، بدناءة، بسفالة، بكل ما يخطر على البال، وبتجوا بتحكوا على وصار لكم 11 12 13 سنة عم ترفعوا العلم التركي وترتزقون من تركيا. حتى أحد الأصدقاء بعث لي ووثق الموضوع أنه من الصفحات وزارة الخارجية وقناة الأخبارية والكثير من القنوات الإعلامية من الحسابات الموجودة على السوشيال ميديا لهذه الصفحات الرسمية التي تمثل الدولة السورية تدار في تركيا، وهذا موثق بالنسبة لي، يمكن يغيروا هلا بس وثقنا هاي القضية. فأنتوا شلة مرتزقة بتقاتلوا لصالح التركي في ليبيا، في أذربيجان، في سوريا، وبترفعوا العلم التركي وبتجوا بتحكوا على الدروز انه والله رفعوا العلم الإسرائيلي. خسئتم، أقولها بالفم الملآن. إذا كان فيصل القاسم عاجز عن رد هذا التضليل والتشويه والتخوين حيال الدروز، أنا لست بعاجز. أنا بإمكاني الدفاع عن الدروز مثل أجدعها درزي في السويدة، وأفعل ما يمليه علي ضميري الثقافي والأخلاقي والوطني السوري، لأنه هذا واجب وهذا حق. فآخر من يتكلم عن رفع العلم الإسرائيلي دولة الاحتلال الإسرائيلي السوركيين اللي حاطين علم دولة تركيا في غرف نوم، في غرف بدون خجل، بدون حياء، بدون أدنى، وكلهم كتيبة تقى. أنا بعرفهم، أنا بعرفهم كيف البيئة الكتاب والصحفيين اللي بيشتغلوا بتركيا. في البودكاست اللي سواه معي غسان ياسين قبل ما نسجل البودكاست، قعدنا وحكينا وفتح لي الزلمة في إسطنبول الكثير من الملفات والتفاصيل فيما يتعلق بأداء الصحفيين والإعلاميين والسياسيين والائتلاف والاعتلاف وكل القصص الموجودين في تركيا. طبعا غير المزاج مثل ما غير كثر المزاج والمواقف من السلطة الحالية اللي كان بينتقدها. نحن التقينا قبل سقوط نظام بشار الأسد، كان بينتقد الجولاني وإمارة الجولاني في إدلب، خلاص اقلب أنت في إدلب. قلب شو اسمه حسن الدغيم وقتيبة ياسين وما بعرف مين والحبل على الجرار. مقصدي الأتراك ما خلوا في السوريين كرامة، خاصة الموجودين واللي بيشتغلوا. ربما البعض منهم مجبر انه يعمل يشتغل عوايني وكتيب التقارير للتركي ربما، لكن البعض كان بيشتغل عوايني ومخبر وكتيب تقارير حبا وهياما وعشقا بالاحتلال التركي. فما حدا يجي، أنتم آخر من يتحدث عن رفع العلم الإسرائيلي في السويداء، وآخر من ينبغي عليه التحدث عن رفع العلم الإسرائيلي مستقبلا في القامشلي، إذا حدا حب أنه يرفع العلم الإسرائيلي
لازم يجي واحد تاني، مش أنتم المتمرغين في الارتزاق والقتال، بتروحوا بتقاتلوا دفاعا عن مصالح دولة محتلة مش على الأراضي التركية، في ليبيا وأذربيجان. دروز السويداء ما فعلتموه في ليبيا وأذربيجان يا حسن الدغير. دروز السويداء ما كانوا هيك ولن يكونوا هكذا. يعني في قاع مستنقعات الخيانة والإذلال وانعدام الكرامة، وبيجوا ويتطاولون على الكرد وعلى العلويين وعلى الدروز. نأتي على نقطة أخرى، وهي في تقديري نقطة مهمة وصادمة وكاشفة لجمهور الجولاني. جولاني بروح بيقعد مع الأدالبة وبيعطيهم محاضرة ويتحدث ويتطاول على قسد وعلى أهل السويداء، وهنالك من يستقوي بإسرائيل. الدروز يستقون بإسرائيل؟ لك أنت مطوبز للإسرائيلي، مطوبز، مش تستقوي، أنت مطوبز، أنت ونظامك مطوبز للإسرائيلي. النظام الإسرائيلي أوقف يعني وهي تصريحات إسرائيليين، مخطط اقتلاعك. طبعا مش الإسرائيليين لما بيحطوا المخطط على رف، هذا يعني مش مجاني. لقاء طوبزة محترمة منك ومن نظامك للإسرائيلي، جاي تحكي على الدروز بدون خجل أو حياء وبمنتهى الوقاحة، يلي كنت بدك طريقك مفتوح إلى القدس يا جولاني. أنت يعني بأي مستوى من الوقاحة والقباحة يعني يمكنك أن تتطاول على أهل السويداء على أنهم يستقون بالإسرائيلي، أو على قصد أنه يستقطوا بالأمريكي؟ لو أهل السويداء بالفعل يستقون بالإسرائيلي وقصد تستقوي بالأمريكي ضدك، لا أنت ما كنت شفت حالك تروح تلبس جرافة مخططة أحمر وأسود وتقعد لي مع الأدالبة وتنظر وكذا وتنكت وتخفف دم وتخفف ظل وتخفف عقل. مسيو جولاني. فقضية ال يعني بعض أبناء السويداء بيطلعوا بيرفعوا العلم الكردي، بيرفعوا العلم المحلي، هذا حق، ويعني لهم من الكرد الشكر والدعم والتقدير. طبعا الكرد ياما رفعوا وشاركوا في الاعتصامات وسيشاركون وسيرفعون علم الأخوة الدروز أبناء بني معبد. أبناء وبنات السويداء يرفعون العلم الكردي في السويداء. في أحلى من هيك صورة؟ في يعني يلخص التواصل الوطني ما بين جنوب سوريا وشمال سوريا. هذا تلخيص هذه الصورة. أنا أعلم ما تشكله من صفعة على وجه حسن الدغيم والجولاني وكل عملاء تركيا، لأنه الدروز قديما وحتى الآن كانوا ضحايا النظام العثماني القديم والجديد، لكن الدروز مرغوا أنف العثماني القديم في التراب، مثلما مرغ الشيخ حكمة الهجري وحمود الحناوي وكل نخب السويداء أنف العثماني الجديد ومرتزقة العثماني الجديد، يعني مرغوا أنوفهم في تراب السويداء. وللأسف الشديد تراب السويداء الطاهر الشريف الوطني
تم تدنيسه من هؤلاء شذاذ الآفاق والمرتزقة والإرهابيين والتكفيريين، لكن سيصار إلى تكنيسهم. هل لهؤلاء الحق بأن يقولوا إنهم نريد أن ننفصل؟ نعم، لهم كل الحق، لهم كل الحق. لماذا؟ لأنه الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، القانون الدولي يمنحهم هذا الحق. متى ما الميثاق العالمي لحقوق الإنسان قال إنه هنالك حق تقرير مصير لكل المكونات والشعوب وكذا باستثناء الدروز والكرد، وقتها تعالوا واحكوا وقولوا إنه والله ما يقوله أبناء السويداء أو جزء منهم خارج القانون الدولي على الإطلاق. المطالبة بالاستقلال أو الانفصال وحق تقرير المصير حق مكفول طبقا للقوانين الدولية، مكفول لأبناء السويداء، ولا أحد يمكنه قانونا سلبهم هذا الحق. هم يقررون مصيرهم، بدهم يعيشوا مع سوريا، بدهم ينفصلوا مع سوريا، هذا حقهم الكامل، ينبغي مناقشة هذا الحق، لكن معاداته والوقوف ضده وشيطنته هذا قمة الإسفاف والسلوك الغير ديمقراطي والغير قانوني والغير أخلاقي. ناقش يعني مدى جدوى إذا السويدة صارت دولة ولا ما صارت دولة. ناقشوا هذا الأمور بمنطقية، ما تهاجموا وتشيطنوا بغباء وبطائفية وبجهل. السويداء كان عندهم دولة في العشرينات فما فوق، وتنازلوا عن دولتهم لصالح سوريا، تنازلوا عن دولة. تصوروا لو أن السويداء منذ ذلك الوقت ما تنازلوا، شو كان صار؟ لكانت الآن يعني هنالك دولة مثل اسمها جبل العرب، مثل جبل الأسود، جمهورية أو دولة صغيرة يعني بمساحة معينة يعني، لكن تنازلوا عن هذه السلطة وهذا الحق للصالح الوطني. 100 عام، 100 سنة وهم تنازلوا عن هذا الحق وعن السلطة لصالح سوريا. ماذا ردت عليهم سوريا الحالية أو نظام الجولاني؟ المجازر والقتل والدمار. يعني بعد كل هذا السلوك الوطني من قبل أبناء السويداء، ويكون ردة فعل السلطة الحاكمة المجازر وأبو الميشو، ويبعث لهم الكتائب الإرهابية والسفلة وعديمي الكرامة وعديمي الأخلاق لكي يستهدفوا أهل الكرامة وأهل الأخلاق والحكمة. طبيعي أنه سيكون هنالك خيارات أخرى، ومن ضمن هذه الخيارات الاستقلال أو الانفصال، لأنه يعني مش معقول ومش ممكن يعني أن تجبر الضحية أنه تعيش تحت سلطة الجلاد، وبيجي الجلاد اللي هو الجولاني بيعمل فيها قاضي وبيعمل فيها حكيم وعلى أساس بده يحاسب وما بعرف شو. إذن لما أبناء السويداء تمردوا على والثورة السورية الكبرى، من قادها؟ يعني أبناء السويداء. أصلا بترجعوا للتاريخ السوري، الثورات التي قامت على الاحتلال أو الانتداب الفرنسي، من؟ الدروز، ثورة جبل العرب، العلويين، الشيخ صالح العلي، والكرد. وحتى اللي في دمشق وفي ريف دمشق، الثوار اللي
تمردوا أو اللي قاتلوا الاحتلال الفرنسي كانوا في أغلبهم كردا في ريف دمشق. لك في التاريخ السوري في مرحلة الانتداب الفرنسي أنتم ما لكم شيء. صبحي بركات كان بده دولة حلب تنضم إلى تركيا، هواهم ومزاجهم كان تركي، صبحي بركات والنخب الحلبية وقت هذاك. أصلا رجعوا للتاريخ السوري، صبحي بركات والنخب في دويلة حلب شرطهم الشارط أن العاصمة تكون حلب مش دمشق، لكن صار وبقيت دمشق هي العاصمة وحلب، وانزعجوا وقت ذاك يعني، لكن حدث ما حدث. مقصدي من هذا الكلام فيما يتعلق بالثورات والانتفاضات على الانتداب الفرنسي، أبناء وقيادات ورموز ونخب المكونات الأقليات، تنازل مثلا الأكراد حاولوا يحصلوا على الحكم الذاتي وقت ذاك، لكن الكتلة الوطنية والسياسات العنصرية، وسبق تحدثت عن هذا الموضوع، وصلوا إلى تفاهمات مع الفرنسيين وعرقلوا الطموح الكردي. لكن السويداء كان عندها دولة وتنازلت لسوريا عن هذه الدويلة أو الدولة. إذن يعني ما لكم شيء عند أبناء السويداء، بالعكس فضل ومنة أبناء السويداء عليكم في هذا الكيان اللي حاليا أنتم تحكموه اسمه سوريا. لهم فضل في العصيان والتمرد والثورة على الفرنسي في تقديم الدولة أو الدويلة، دويلة جبل العرب أو السويداء، سموها ما شئتم، للحصول على دولة أوسع. ففيما يتعلق بالوطنية والأخلاق، يا عديمي الأخلاق، أنتم ما فيكن تغبروا على صرماية الهجري. صرماية الهجري بتسواكن من أبو بكر البغدادي وأسامة بن لادن وحتى الجولاني. حتى الجولاني بيجي بيقول هنالك من يستقوي بالإسرائيلي. لو بالفعل يستقوي بالإسرائيلي، أنت بتضلك قاعد ومربع لي حالك ومدلدل إجريك في إدلب، في إمارتك في إدلب. يعني بلا السفالة والتخوين يعني. إذن يحق لأبناء السويداء ما يحق لكل الشعوب طبقا للميثاق العالمي لحقوق الإنسان، طبقا للقانون الدولي، طبقا للتاريخ السوري، للتاريخ الوطني الدرزي، لأنه الدروز ضحوا لكي تقوم لسوريا قائمة، ضحوا بدولتهم بدمائهم. لك أنتوا بشو ضحيتوا يا أولادين الحرام؟ أنتوا بشو ضحيتوا؟ بتحكوا عن الدرزي، بتحكوا عن الكردي، بتحكوا عن العلوي، أنتوا شو ضحيتوا؟ هبت هبت لبت لبت، أنتوا شو سويتوا؟ طبعا هذا الكلام في معزل لسه المكون المسيحي سريان وآشوريين وأرمن وإسهام، أبناء المكونات السورية في الثقافة، في السياسة، في القانون، في التشريع في سوريا على امتداد قرن. إذا شلتوا جهد أبناء المكونات، أنتوا شو بيبقى لكم؟ بيبقى لكم مهند القاطع وإبراهيم الجبين، شو بيبقى لكم؟ يعني شوية حياء وتعقل أثناء ناقشوا الموضوع، ناقشوا هل من الجائز، هل هنالك إمكانية أم لا؟ على أساس أنه كتير حريصين على أبناء السويداء،
بيحبوا أبناء السويداء، ميتين بدباديب أبناء السويداء، وما بدهم إياهم ينفصلوا. لك يا حبيبي، لك يا وقح، أقنع أبناء السويداء بما تقدم لهم من عدل وتسامح ومحبة واحترام واعتراف وطني، مش تروح تفرض عليهم أبو الميش والمجازر والقتلة والإرهابيين، وبعدين بتقول لهم أنتم بتستقووا بالإسرائيلي، لك بده يستقوي بالجن الأزرق ضد إرهابك، مش بس الإسرائيلي. تفرض عليهم الإبادة وبعدين تجي تستقون بالخارج. أقنعهم بأنه، قدم لهم الحوافز، أنه هنالك شيء في سوريا يعني مغري للاستمرار ضمن هذا الكيان، مش أبو دجانة وأبو دجاجة وأبو ما بعرف شو بتفوت بتعفش بيوتهم وتدمر قراهم وتهين كرامتهم، نساء وعجز وأطفال، وبتجي بتقول لهم دولة وطنية وبتحكي لهم عن الوطنية. لك شفناكم فوق شفناكم تحت، يا زبالة داعش والقاعدة وفلول البعث والخليط، شفناكم. أقنعوا الناس، أقنعوا أبناء السويداء أنه بالفعل في شيء دولة محترمة، في شيء من السعي الوطني، من الكرامة الوطنية، في صون للسيادة الوطنية. مو يعني تروحوا تطوبزوا أمام التركي والإسرائيلي وبتجوا بتعملوا مزايدات على القسد وعلى الدروز. قدموا حوافز، قدموا إنجازات، تخلوا اللبناني يتخلى عن استقلاله وينضم إلى سوريا مثلا. يعني ما في شيء. فعلى أي أساس هل الإسفاف والتفاهة والسفالة في استهداف المكونات السورية وتحديدا الدروز والكرد؟ هلا شوي ويقول حلويين كمان. بهذه الطريقة، بهذا التشنيع، أنتم نفرتوا سوريا في أعين السوريين. لك كرهتونا حتى الثورة الصناعية والثورة الزراعية وثورة سبارتاكوس على العبيد وكل ثورات العالم، مصطلح الثورة كرهتونا فيه قد السفالة اللي أنتم مارستوها على زمن الثورة السورية، قد التشويه اللي ساويتوه. جايين تحكوا عن الثورات وعن الأخلاق وعن القيم وعن المبادئ والوطنية، ما بيطلع لكم، ما بيطلع لكم، لأنه تاريخكم أسود، حاضركم أسود، ومستقبلكم أيضا أسود. لن تدوم لكم وأنتم متمرغون في هذه السفالات، في هذا الوسخ التاريخي، في هذا الارتزاق، في هذا الانبطاح والطوبة زي أمام الإسرائيلي والتركي ضد السوري، ضد الشريك الوطني السوري. لن يدوم ذلك لكم طويلا، وإن الغد لناظره لقريب. أكتفي بهذا القدر. دمتم بألف خير.